يا احمد، نعم. بقول لك ايه، تعالى نروح لبابا. نخليه يدينا شويه فلوس كده نروشن على نفسنا وشعرنا ونشد شعرنا. حصل حتى الواحد شعره باظ، يلا بينا. بابا. نعم. داخلين عليا انتوا الاتنين في حاجة. اه. عايزين شويه فلوس. شوية فلوس؟ يا ابني انت بتتكلم ازاي؟ الفلوس دي بتتزرع في شجرة يعني؟ ايه اللي ولا بلاقيها في الشارع؟ شوية فلوس اخلصوا، عايزين ايه؟ عايزين نروش نفسنا ونعلى عايزين نروشن نفسنا كده ونشد شعرنا ونستشعر. تروشوا نفسكم وتشد شعركم وتستشوروا؟ يا ابني كانت ايام السبهلة الكلام ده، كان ايام زمان. دلوقتي مفيش الكلام ده يا ابني. ليه؟ طب انا اقول لكم على حاجة يا اولاد. مش انا لسه مشتري مكنة جديدة ياباني بانسونيك اصلي 7 امشاط ب6 سرعات؟ اه. حصل ولا لا؟ اه. شفتوها؟ اه. طيب اي واحد بره عنده مكنة زي ما انا مشتريها؟ لا. ده بالاضافة الى العدوى بره، بالاضافة ان العدد مستخدمة. لكن دي في كرتونتة. انا يا ولد اظبطكم وهروشمكم. هات المكنة وتعالى ورايا. انا عايز ده ولا لا؟ ده لا يا بابا. يعني يا بابا دي حلقه تحلها له دي. مالك يا دي ابني؟ حلقه تحلها له. معلش يا ابني معلش، ده انا استخدمت المشط رقم كام ده؟ ده تقريبا اقل من الزيرو. معلش. ده انا جبتك زيرو خالص. لا بس كويس كده، حلو. حلو يا بابا. لا حلو كده، كده احسن من ايه؟ كده احسن من العدوى والبكتيريا يا ابني، وتاخد وقت عقبال ما تطلع. توفير في الفلوس، تاخد وقت عقبال ما تطلع. احمد. نعم. لازم ماشي. كل مرة انا اعمل لكم مختلف. يا احمد. يلا روح. احنا لازم نضل المكنه دي. لازم نضريها، مش تقعد في البيت ثانيه تاني.